النادي الأهلي النهاردة بيتعادل مع بتروجيت. مباراة بينت ضعف النادي الأهلي. كانت مباراة بالنسبة للنادي الأهلي مباراة يعني سهلة، لكن النادي الأهلي ما استغلهاش. النادي الأهلي ضيع فرص كتير جدا جدا جدا، فرص مكانها الجول. النادي الأهلي يعني المفروض كان يشد أكتر من كده. لو النادي الأهلي كان مركز في المباراة بنسبة 99%، لأ، النادي الأهلي كان المفروض عليه إن هو يركز بنسبة 100%. مش هنجيب اللوم على المدرب، لأن دي لسه في بداية الأمر. لازم إن المدرب ياخد صدمة، لازم إن الفريق يقع علشان المدرب يعرف ويذاكر أكتر. طبعا يعني أداء كروي يعني بنسبة 50%. جمهور النادي الأهلي كله زعلان عن المباراة دي. 3 نقط، ما خدناش منهم غير نقطة. النادي الأهلي لازم إن هو يعني في الفترات القادمة يشد، لأن احنا عندنا بطولات كتيرة، منها بطولة كأس السوبر اللي هتتلعب في الإمارات، وعندنا دوري أبطال أفريقيا، وطبعا بطولة الدوري. فمش هينفع إن احنا نشوف النادي الأهلي بالشكل الضعيف ده. لازم النادي الأهلي يطور من نفسه، لازم إن النادي الأهلي يبذل مجهود أكتر من كده، ولازم شخصية قوية جدا داخل النادي الأهلي. هتقولي مين الشخصية دي؟ هقولك كابتن سيد عبد الحفيظ لازم يتواجد في صفوف النادي الأهلي الفترة القادمة طبعا، لأنه هو عنده شخصية وبيعرف اللعيب النايم يصحيه، اللعيب اللي مش بيلعب بروح يصحي. هتقولي مين ما بيلعبش بروح؟ اقول لك معظم اللعيبه مش بتلعب بروح قتاليه من بعد عقد زيزو. لان عقد زيزو كان طبعا عقد زيزو كان معمول ب120 مليون غير نسبة الإعلانات. فاللعيبة ممكن تبص لحاجة زي كده، اللعيبة مش بتلعب بنفس. طبعا في ظل إن اللعيبة بتاخد 6 و7 مليون مقارنة مع زيزو انت ولا حاجة. فده عامل كبير وعامل ضغط كبير على لعيبة النادي الأهلي. لازم شخصية قوية جدا داخل النادي الأهلي علشان تعرف تماشي الأمور دي وتعرف تحل الكلام ده. النادي الأهلي يعتبر النادي أكبر قلعة رياضية في مصر بل في أفريقيا، هو النادي الأهلي. النادي الأهلي يعني فرقة الملايين. لما واحد زملكاوي يطلع يقول لك فرقة الملايين ما بتعملش حاجة في المباريات، ايه إحساس جمهور الأهلي، ايه إحساس النادي الأهلي وواحد بيقول الكلام ده؟ فرقة الملايين مش عارفين يلعبوا، مش عارفين ياخدوا 3 نقاط من مباراة سهلة. طبعا هيكون عنده حق، لأن النادي الأهلي معودنا دايما على المكسب، معودنا دايما على البطولات. ما بنحبش الخسارة كجمهور الأهلي. ممكن فريق تاني تجيله بطولة يفضل فرحان بيها سنين، إنما النادي الأهلي لأ، احنا بناخد البطولة بنفكر في مباراة بكرة، بنفكر في مباراة بكرة. ده النادي الأهلي، وده عقلية النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. لازم من مجلس الإدارة يشتغل على نقطة وجود شخصية داخل النادي الأهلي. لازم لابد إن مجلس إدارة النادي الأهلي ياخد إجراء بوجود كابتن سيد عبد الحفيظ، لأن النادي الأهلي ينقصه وجود كابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا النادي الأهلي قلنا عنده بطولات كتيرة، فلازم إن هو يطور من نفسه. لازم إن النادي الأهلي يكون يعني بأعلى جودة. احنا جايبين فريق، جايبين لعيبة ملايين ملايين، فإن اللعيبة دي تقعد كده ما تلعبش بالمستوى المطلوب منها، لا مش هينفع. لازم وجود شخصية قوية داخل النادي الأهلي، وأنا برجح الكابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا يعني عبد القادر نزل وعمل كورتين كويسين جدا. جراديشار
بيضيع كتير، لكن محتاج يظبط شوية. طبعا قفشة قدم مستوى كويس، في كام لعيب لعبوا بشكل كويس، لكن الحظ بقى والتوفيق ما جاب. اللعيبة لعبت، مبقولش إن اللعيبة ماتت، لا اللعيبة لعبت، ولكن ما قدموش بالشكل المطلوب، الشكل اللي يرضي جمهور النادي الأهلي. ده اللي كان مطلوب بس من جمهور، كان مطلوب من اللعيبة إن هي تركز. لو مركزة بنسبة 99، لا كنا محتاجين إن هي تركز بنسبة 100%. بس يعني لو ركزوا في نقطة اللاعب قدام الكل، لا احنا كان زماننا دلوقتي في حتة تانية خالص، كان زماننا بنحتفل بالثلاث نقط. فلازم شدة شديدة على النادي الأهلي، لابد من وجود كابتن سيد عبد الحفيظ. ودي كانت نهاية الفيديو، والسلام عليكم.